السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنعمل أرانب وملوخية بالأرانب. أول حاجة الأرنب بيجي بالشكل ده والجلد بتاعه اللي بره بيبقى اتشال. بعد كده هنبدأ ننضفه مع بعض عشان ما يبقاش فيه أي ريحة زفارة. طبعا هنا هجيب الأرنب هحطه تحت المية، لو في مثلا أي شعر بيبقى صغير أو أي حاجة بتبقى من جوه هننضفه كويس خالص تحت المية الأول. لازم الاول نشيل الشعر ونشيل اي زيادات بتبقى فيه، وانا بقطعه الاول قبل ما عشان اعرف انضفه كويس يعني، وبشيل منه اي شعر او اي حاجه زياده. طبعا بعد كده على طول بيبقى فيه ملح وخل ودقيق، بدعكه كويس خالص وبسيبه منقوع شويه عشان لو فيه اي ريحه زفاره تروح منه على طول. طبعا دي اهم حاجه يا جماعه، موضوع النظافه ده انكم بتنضفوا الحاجه كويس، وبالذات الطيور او الحاجات دي عشان الزفاره اللي فيها ما تبقاش موجوده، ودي اهم حاجه معانا يعني. انا هسيبهم منقوعين شويه وبعد كده هشطفهم شطفه كويسه وهروح عشان نطبخهم. طبعا اهم حاجه يا جماعه في المرحله دي بقى ان انتوا تشطفوا اللحوم عامه من الدقيق والخل والملح. طبعا بتتشطف كويس جدا جدا، ما بيبقاش فيه اي اثر ليهم خالص عشان ناخدها على الطبيخ. في حله بقى على النار بيبقى معايا شويه زيت وفص مستكه. طبعا المستكه ده مهم جدا 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 بتاع الشوربه ده، في الطيور في الارانب في الحاجات دي، عشان برضو بيضيع طعم الزفارة. وهنزل الارنب وهديه تشويحة كده يعني تقليبة في الزيت. طبعا الطريقة دي بتبقى حلوة قوي، بتدي للشوربة كمان طعم حلو يعني، احسن ما انتوا تنزلوها في المية يعني المغلية وكده. ان انتوا تشوحوها بالتوابل والبصل والثوم والطماطم والحاجات دي، بتدي اللحمة وللشوربة بتديها طعم حلو. بس انا كده قلبتها، اللي حابب يعني انا حمرتها شويه، اللي حابب بس يديها صدمه كده من غير ما لونها يتغير زي ما انتوا عايزين. هحط لها طماطم وبصل وتوم وهقلبهم كويس مع بعض. موضوع التوم ده اختياري يا جماعه، بس بجد بيخلي طعم الشوربه جميل، وكمان الشوربه بتبقى مغذيه يعني فيها فوائد، وغير كده كمان بيضيع الزفاره اللي بتبقى في اللحوم عامه. انا هقلبهم كويس خالص مع بعض شويه يعني، وبعد كده هننزل عليهم بالتوابل وهنزل عليهم بميه مغليه. يا ريت دايما لما تيجوا تزودوا اللحوم ميه زودوها ميه مغليه. هنا معايا ورق لورا وحبهان وكباب صيني وشويه زعتر صغيرين، وهقلبهم كويس مع بعض. طبعا ما تنسوش الفلفل الاسود، يعني الفلفل الاسود ده من اهم الحاجات اللي بتدي طعم حلو للحوم للطيور للارانب، حاجه مهمه. انا هنا هحط انزل عليها بالميه المغليه، وبس ايديكوا فيها يا جماعه الارانب ما تتسابش على النار عشان ما تتهريش يعني، يبقى السوا بتاعها مظبوط، عشان اذا كنتوا هتدخلوها في الفرن او هتحمروها على البوتاجاز تعرفوا تتعاملوا معاها يعني ما تتهريش منكم. انا هسيبها لما تغلي وبعد كده هظبط لها الملح وهغطي عليها. وزي ما قلت لكم ايديكوا معاها يعني، عامه الارانب لما بتبقى صغيره او متوسطه ما بتاخدش سوا كتير على البوتاجاز، فيعني بعد نص ساعه كده ابداوا شوفوها استوت ولا ما استوتش. اغطي عليها ونروح بقى عشان نعمل الملوخيه. طبعا دي الملوخيه قرطفتها وغسلتها تحت الميه كذا مره لحد لما ما لقيتش فيها اي اثر للتراب اللي بيبقى فيها ده. غسلتها غسله كويسه خالص، وبعد كده احطها على مصفى واسيبها لحد لما تتصفى وتنشف من الميه بتاعتها. لازم تتصفى خالص من الميه وتبقى عشان نعرف نخرطها كويس بالمخرطه. انا ما بحبش اعملها في الخلاط، انا هخرطها بالمخرطه. كده الارانب استوت معايا وطلعتها من الشوربه. هسيبها شويه كده وبعد كده احمرها. بصوا يا جماعه، اللي عاوز يدخلها الفرن هيعمل لها صوص بالطماطم ويحط لها توابل ويدهنها ويدخلها الفرن تحت الشوايه، بس عشان ما تنشفش منكم خدوا بالكم منها يعني. اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روسا ابراهيم شيف الواحد. دي كده الشوربه. انا شلت شويه شوربه وحطيتهم في حله تانية. حطيت لها بس شويه كزبره وشويه سكر. كده كده انا كنت الشوربه حاطه فيها توم وحاطه فيها بصل، فبس حطيت للشوربه شويه الكزبره دول وحطيت لها سكر، وطبعا ظبطت لها الملح. لازم تدوقوا الملح تاني وتظبطوه. اللي حابب بقى يحط شويه توم مفروم زي ما تحبوا يعني. وكده الملوخيه. وطبعا يا جماعه لما نيجي نعمل الملوخيه طبق ملوخيه قصاده طبق شوربه. وبعد كده شوفوا لو احتاجت منكم شويه شوربه زياده حطوا لها شويه شوربه.
بس ما تكتروش الشوربة عشان ما تسقطش منكم. يعني هي لو طلعت تقيلة ممكن تخفوها بشوية شوربة، انما لو طلعت خفيفة مش هتعرفوا تتصرفوا فيها. وبصوا انا اول ما بحط الملوخية بهدي النار لحد لما بدوب الملوخية في الشوربة، بعدين برجع اعلي عليها النار تاخد غلوة واحدة بس. الطريقة دي هتطلع معاكم مظبوطة ومش هتسقط ولا اي حاجة، وهتطلع معاكم ملوخية في منتهى الجمال. طبعا انا هقلبها كويس بالشكل ده، وبعد كده هعمل لها التقلية بتاعتها. بصوا كده بعد لما عملتها انا عاوزاها بالقوام ده لان انا هاكلها برز. اللي حابب بقى يحط عليها يعني يخليها اخف مني شويه، بس هي الملوخيه هي ليها عرق وما سقطتش معايا ولا اي حاجه. هحط لها بقى اعمل لها دلوقتي التقليه بتاعتها. ده توم، وهاخد عليه بس شويه كزبره لحد لما التوم لونه يصفر. هنزل عليه بشويه كزبره ناشفه وخلاص، هي دي التقليه يعني. وانا اول ما بنزل بالتقليه كده بقلبها في الملوخيه يعني كويس عشان تتقلب كلها في بعض. وزي ما قلت لكم يا جماعه انا مخليها تقيله شويه عشان انا بنحبها كده على الرز يعني. اللي حابب القوام يبقى اخف شويه يديها شويه شوربه، بس خدوا بالكم عشان ما تطلعش خفيفه وما تبقاش حلوه يعني. انا كده بالنسبه لي القوام مناسب جدا. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله هتبقى معاكم في منتهى الجمال. وكده دلوقتي عشان هنحمر الارانب، انا عن نفسي هحمرها بزيت زي ما قلت لكم. هسيبها لما تتحمر وتاخد اللون الذهبي وهطلعها على طول. جربوها بالطريقة دي وإن شاء الله هتعجبكم جدا جدا. أكرمكم الله بالعفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.